هو لما بلوجر يفتح مطعم تفتكروا الاكل هيكون حلو واسعاره حلوه واحجامه، ولا هيكون غالي وطعمه وحش؟ اول حاجه الاسعار، وانا شايف انها رخيصه جدا. مش عارف ازاي هشام عمل كده. انا قلت ده هيجي على احجام مثلا، بس بالعكس هو عامل احجام كبيره جدا في السندوتشات. فجبت من عنده كام حاجه كده وتعالوا نقول راينا فيهم بكل صراحه. جربت تشيزي تشيكن وده كان اكتر ساندوتش متحمس له. حرفيا ده لازم تقسموه عشان تعرفوا تاكلوه. بدايه مبشره، وحجم الفراخ في الساندوتش حلو، وده من اكتر السندوتشات اللي عجبتني هناك. بعد كده جربت الشيش باربيكيو، وحرفيا هو كواليتي الفراخ اللي مستخدمها محليه السندوتشات قوي. والحواوشي ده ما كنتش متحمس له نهائي، بس عكس توقعاتي طلع جامد قوي يا جدعان. والحواوشي ده كان حواوشي سجق موتزاريلا، وكواليتي السجق اللي هو مستخدمها كانت ضايفه قوي للساندوتش. وده بقى يخلينا نجرب سندوتشات السجق التانية زي السجق المدخن والسجق الشرقي اللي كان عالمي. ارشح لكم السجق الشرقي ده بقوه. وده بقى برجر ابو كرش. هو عشان ابو كرش يعني بقى حجمه كبير قوي للدرجه دي يا جدعان، الحقيقه ضخم جدا. ده بقى بيبقى عليه شيدر كتير جدا مع سموكي بيف. جربوه وهيعجبكم بجد مش هزار. ومسك الختام بقى كان ريزو ابو كرش. ده حرفيا في حاجات كتير قوي زي الكفته والشيش وكمان البانيه، مستخدمين رز كويس قوي، وده يعتبر وجبه اصلا لوحده. وحرفيا كل ده يا جدعان ب 90 جنيه بس. مش عارف ايه الاسعار دي يا جنكيز. سيبك بقى من الشغل وادينا الرقصه الجميله. والمكان ده اسمه ابو كرش، موجود في الف مسكن، شارع فريد سيميكا قدام المحلاوي.